أرسل إلي بعض الشباب لطميات حزينة مخلينها على خسارة ريال مدريد. طبعا ذول اللي سووها شيعة لو سنة؟ شيعة أكيد. يعني مثلا كلمات عن وداع السيدة زينب للحسين مخلينها على خسارة ريال مدريد. كلمات وداع الحسين للعليلة مخلينها على خسارة ريال مدريد. كلمات نعي الحسين لزينب بالعباس، اللي شلون راح العباس، مخلينها على خسارة ريال مدريد. قطعا هؤلاء لا يريدون أن يسيئوا، هم وليداتنا ذولا، وأكيدا من حضار المجالس أكيدا، لأن عندهم ذوق باختيار اللطميات. لكن هذا لا ينبغي أن يكون. لا يروح الإنسان زايد، لا يروح زايد. هم نفسهم ذول اللواعيب، خلصت اللعبة، كل واحد خذ مريته وراح للفندق وراح مدري وين وعاشوا حياتهم. بعد أنت صاير ملكي أكثر من الملك، إيش دعوة؟ مو لهالدرجة، مو لهالدرجة شباب. هذا الحسين حسين. أنت شنو عندك غير الحسين كوقود ثقافي عاطفي مشاعري شعائري؟ طلعوا القضية كرة القدم من القضية، بعدوها. سوي تصاميم، سوي مدري ايش، جيب اللي عجبك، بس بعدها عن القضية الحسينية. أنا ما أريد أحرم وأحلل، بس أعتقد بيها إهانة، هذه بيها تجاوز على كرامة أهل البيت. وأسألكم بالله يا شباب، اللي سوى هذا التصميم لو عرض الأمر على صاحب الزمان الذي يبكي بدل الدموع دما، ماذا يقول؟ شو يقول؟ أيرتضي ذلك؟ أنا أتمنى من الشباب المتحمسين المندفعين قبل لا يسوي شيء يرجع ينتج ويخلي عيونه بعيون صاحب الزمان. أكثر من ذلك ما أريد. فدي خلي هذا التصميم كأن صاحب الزمان دا يباوع له، وجبت لايكات وراها، وجبت مشاهدات وراها. كيف بك لو كان من ضمن 1,000,000 مشاهدة عين صاحب الزمان؟ كيف بك لو أن صاحب الزمان ما خلى لايك، خلى ديسلايك أو ديسلايك، يعني خلى نفور مو إعجاب؟ شلون بالحال؟ شباب التفتوا لذلك، الله يرعاكم.